أهلا بيك في قناة كلمة تهديك. أنا آية، وده أول جزء من سلسلة أسئلة بندور عليها أي مرأة، بين قوسين مرأة مسلمة. مش هطول في الفيديو وهدخل في أول سؤال على طول. ليه ربنا فرض الحجاب وهو فعلا عبادة ولا عادة؟ الحجاب مش مجرد قطعة قماش، دي طاعة اتفرضت علينا من 7 سماوات عشان تحفظ قلب المرأة وتطهر المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. الحجاب مش تقليل أبدا من قيمة المرأة، بالعكس، ده إعلان إنها غالية، إنها مش معروضة للناس، وإنها تمشي في الشارع مرفوعة الرأس. واللي بيقول إن الحجاب عادة اجتماعية بينسوا إن ربنا نزل الآية دي عشان نفهم الفرق كويس بين العادة والعبادة. الحجاب عبادة، زيه زي الصلاة وزي الصيام. تلبسيه مش عشان المجتمع ولا عشان بابا وماما، تلبسيه عشان ربنا وعشان الجنة. تاني سؤال: ربنا ممكن يغفر لي كل ذنوبي مهما كانت؟ الإجابة أيوة، ربنا ممكن يغفر الذنوب مهما كانت، ومش بس يغفر، ده بيبدل السيئات حسنات لو بجد من جواك التوبة من قلبك. ربنا قال في سورة الفرقان عن أصحاب الذنوب الكبيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صدق الله العظيم. مين اللي بيقول كده؟ ربنا، مش بشر. وربنا أرحم بيكي من نفسك ومن أمتك. مهما عملتي ومهما غلطتي، لو رجعتي وندمتي وقلبك بالتوبة صادق، هتلاقي باب التوبة مفتوح، وهتلاقي ربنا بيقولك: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تالت سؤال: أنا بصلي بس حياتي لسه فيها تعب، هو كده ربنا ما يبقاش راضي عني؟ أحيانا بنفكر إن الابتلاء علامة غضب، لكن الحقيقة إن الابتلاء ممكن يكون حب ورفع درجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني ربنا بيحبهم بيبتليهم، مش عشان يعذبهم، لكن عشان يطهرهم ويقربهم ويرفعهم. والصلاة هي مش بس وسيلة لتحقيق الأماني، هي وسيلة للثبات وقت المحنة. انتي بتصلي مش عشان ربنا يغير الدنيا، لكن عشان ربنا يثبتك في وسط الدنيا. رابع سؤال: هو لازم أسيب الميك اب واللبس الحلو عشان أبقى قريبة من ربنا؟ الزينة عمرها ما كانت حرام، لكن استخدامها هو اللي بيحدد حلال أو حرام. ربنا قال: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. بس كمل وقال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني أيوة، الزينة حلال، لكن مش في أي مكان. تحبي تتزيني يبقى في بيتك، قدام جوزك، أو في المناسبات الشرعية، لكن في الشارع ما يستحبش أبدا. طب ليه؟ عشان ربنا عايزك غالية، مش عايز كل واحد يشوف جمالك ويبصلك بنية مش طيبة. فانت لما تلتزمي بالستر، انت مش بتقللي أبدا من جمالك، انت بتحافظي عليه وبتستخدميه في المكان اللي ربنا يحب يشوفك فيه. السؤال الخامس بيقول: هو أنا ينفع أشتغل وأنا متدينة؟ أكيد ينفع، ومش بس ينفع، ده في نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشتغلوا. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تاجرة، والنبي بنفسه اشتغل عندها. لكن الإسلام بيحط حدود وقواعد. العمل ده لازم يكون حلال، في بيئة نظيفة، من غير اختلاط، واختلاط بين قوسين يجر للفتنة، ومع الحفاظ طبعا على الحجاب والحياء. الدين مش ضد العمل أبدا، لكنه بيحميكي إن تفقدي أنوثتك أو دينك في زحمة الحياة.
لو عرفتِ تشتغلي من غير ما تتنازلي عن حجابِك أو كرامتِك أو وقتِك مع ربنا، فأنتِ ماشية صح وربنا هيكرمِك. السؤال رقم 6: أنا باحب ربنا بس مش قادرة أواظب على الصلاة، أعمل إيه؟ الحب مش كلام، الحب بداية طريق، وكونِك بتحبي ربنا ده دليل إن في قلبِك نور، لكن الشيطان دايمًا هيحاول يكسّلِك ويتقِّل الصلاة على قلبِك. ربنا قال: "وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين". مش لازم توصلي للكمال مرة واحدة، لكن المهم تبدئي إن شاء الله بركعتين، ركعتين قيام ليل أو حتى ركعتين سنة، وخلي الدعاء ده دايما على لسانك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصلاة مفتاح، كل مرة بتغصبي نفسك إنك تقومي حتى لو قلبك مش حاضر انت بتكسري قيد. وصدقيني الصلاة مش بس فريضة، دي راحة، ربنا هيكرمك لما تتركي الراحة عشان توصلي ليها. سؤال رقم 6 بيقول: هو ربنا بيحبني وأنا مليانة أخطاء؟ الإجابة أيوة، وربنا بنفسه بيقولك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني مش بس بيحب اللي ما بيغلطوش، ده بيحب اللي بيغلطوا ويرجعوا له. الشيطان دايما بيحاول يوصلك لفكرة إنك غير مستحقة وإن ذنوبك دايما حاجز بينك وبين ربنا، لكن الحقيقة إنك دايما تقدري ترجعي في أي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لتذهب الله بكم لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فربنا بيحبك مش عشان انت مثالية، لكن عشان انت صادقة، ومادام قلبك لسه بيرتعش لما بتسمعي اسمه فانت لسه من أحبابه. السؤال رقم 8: هل في تعارض بين الأنوثة والقوة في الدين؟ أبدا، مفيش أي تعارض. الأنوثة مش ضعف، هي رقة وعزة وقوة مخلوقة على هيئة جمال. شوفي مثلا السيدة مريم، كانت قد إيه هي نقية وأنثى كاملة، لكنها ثبتت وتحملت. ربنا مدحها وقال لها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وشفت السيدة خديجة، كانت قوية في عقلها، في تجارتها، في موقفها مع النبي، ومع ذلك كانت من أحب نساء الدنيا عنده. فالمرأة المسلمة أنوثتها في حيائها، وقوتها في ثباتها، وجمالها في طاعتها. السؤال رقم 9: أنا بحب حد وعايزة أتجوزه، هو كده يبقى حرام؟ المشاعر عمرها ما كانت حرام، اللي بيخليها حرام هي الطريقة اللي بنتصرف بيها. لو بتحبي شخص اسألي نفسك: هو الشخص ده يستحقني؟ بيقربني من ربنا؟ ناوي يمشي في الطريق الصح؟ لو كانت نيتك الزواج فاطلبي الحلال، وإن محصلش نصيب اعرفي إن اللي اختاره ربنا أرحم من اللي انت بتتمنيه. حبي بقلبك لكن عقلك هو اللي يمشيكي، والحب الحقيقي هو اللي بيبدأ بالحلال وبيعيش في الطاعة وبيدوم تحت ظل ربنا. السؤال رقم 10 والأخير: هل دوري في الحياة بس إن أكون زوجة وأم؟ الزواج والأمومة شرف كبير، لكنهم عمرهم ما كانوا حدود. ربنا خلقك لعبادته، بس مش لمكان معين أبدا. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووسائل العبادة كتير قوي، وممكن تتركي أثر في أماكن كتير جدا. ممكن تربي جيل، تشتغلي، تتعلمي وتعلمي، تدعي وتغيري. كل الموضوع ده محتاج بس نية، محتاج إخلاص، محتاج بصمة في الدنيا. سواء كنت زوجة أو أم، عزباء أو مطلقة أو أرملة، انت عبدة لله، وهو أكرمك بدورك أيا كان هو إيه. كده خلصنا الحلقة، واستنوني في الجزء التاني من أسئلة بتدور عليها أي مرأة بين قوسين مرأة مسلمة.
لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتكتبولي في الكومنتات ايه الأسئلة اللي انتوا محتاجين تعرفوا إجابتها.